السلام عليكم الإخوان السادة المتابعين الصفحة الكرام. اليوم عندنا موضوع مهم بزاف بالنسبة للناس اللي تربي الدجاج. الأيامات هادو السخانة راها توصل 45 50 55 في بلايص كاع كيما عدرار توصل 60، وكاين اللي دار فيديو واحد شفتو 69 70، مش عارف إذا صح ولا كذب. بصح المهم حالة خطيرة. هاد الايام الدجاج البلدي راه يموت بزاف. الناس كامل اللي راهي مربيه الدجاج اللي كانت تشري في الشتاء الدجاج بالغلا دروك راه يموت فيه. فواش نديرو باش نقدو الموقف؟ واش لازم نديرو؟ هو من الاحسن اي كائن حي عنده درجة حرارة اللي يتحملها، كي تفوت الحد راك في الريسك، يعني حاجة بديهية. ولكن نقدروا نعطوا نصايح اللي تساعد الناس، مش اي واحد قادر يوفر ميديتور ولا كليماتيزور تاع الماء للدجاج تاعو. هو يقول لك انا جبتهم نستفاد منهم، نربح منهم البيض راه غالي، دروك نولي نزيد نصرف عليهم الكليماتيزور والتريسيتي. كاين اللي يشوفها من الجانب هذا، فالانسان هذا ما تساعدوش. شوف، اول حاجه لازم تعرف الدجاج شحال يشرب في النهار. كي تكون 50 درجة شحال لازم يشرب الكمية تقريبا راها نص إطرو في صباحية ممكن يشربها، 500 مليلتر هكا تقريبا. فانت واش لازم دير؟ لازم توفر الماء. هذه وحده من البديهيات اللي ما لازمش نقولها، بصح نقولها لانه كاين اللي يعطيهم في طاسه ولا قاطع بدون هكا يعمروا مره في اليوم، يجي العشيه يلقاه ناشف يزيد يعمر لهم. يعني شوف شحال المده اللي يبقاو عطشانين بلا ما هنا ريسك، كاين احتمال تجي تلقاهم موتى كامل. فاول نقطه اللي لازم تركز عليها هي الماء لازم يكون موفر ويكون في حاجه مفتوحه باش ما يسخنش، في بلا ولا صينيه. وكل ما وسخوه بالتراب ولا زقوه في حاشاكم لازم تبدل الماء هذاك ودير ماء بارد جديد. واذا كان تقدر دير فيه قرعه كلاص ماشي مشكل، هذه تساعدهم سيرتو في القايله. اوكي، النقطه الاولى كملنا منها اللي هي الماء. الحاجه الزوجه بعد الماء هي الماكله على بالكم الدجاج في الصيف ما ياكلش بسبب السخانه ما يحتاجش لينرجي. كيشغل الماكله هي اصلا حنا ناكلوها الكائنات الحيه، هي باش تسخن الجسم تاعك باش يبقى دافي ما تبردش وتموت. اصلا دروك الجو راه سخون، فاكيد الدجاج ما يحتاجش الماكله بزاف. ينقص حتى تشوفوا في الجسم تاعو، تشوفوا بدا يطلامه في الصدر. هو ماشي مريض، هذيك غير من قله الماكله. فانت واش لازم تراقب وتشوف الدجاج واش هي الحاجه اللي يفضلها. كل واحد والدجاج تاعو وعلى حساب واش يقدر يمد. واحسن حاجه اللي تقدر تمدها في الصيف هي الفصه والخضروات، الشلاطه بلديه، نجم ياكلوه. اي حشائش بريه، الرجلان هضرنا عليه من قبل، راه ساهل الزراعه نتاعو، تقدر ديرو في الجردة عندك وتعلف به الدجاج. اي حاجه رطبه وفيها الماء اللي هي نبات، الدجاج يفضلها على الحبوب الجافه. مثلا القمح ولا الشعير تقدر تبيتو في الماء في الفريجيدار، تخليه يبدا يخرج العروق نهار، ليله ونهار 24 ساعه كيبدا يخرج العروق تاعو تمدو الدجاج. يعني هذا مهم بزاف لانه يكون فيه النص نبات والنص حبوب. كاين طريقه تاع استنبات الشعير راح نكتبوا نهضروا عليها في المستقبل ان شاء الله، طريقه مليحه بزاف ممكن تفيدكم. قلنا الماكله تشوف واش الحاجه اللي يفضلوها، ومن الاحسن يكون فيها الجانب العشبي اكثر من الحبوب خاطر ما ياكلش بزاف. نروحوا للنقطه الثالثه اللي كما ذكرت في الاول، الناس علاه تربي الدجاج البلدي اصلا باش تستفاد من البيض. ودروك في الصيف هو ينقص البيض، وكاين اللي كوبي كاع ديريكت ما يزيدش يبيض لك من ماي وهي حابسه حتى لاكتوبر باش تزيد تبيض. كاين اللي يكره يديكوتي يقول لك انا الدجاج هذا ماني نستفاد منه والو. واش يدير؟ يولي يتقشف ولا ما يوكلهمش، يكره منهم، يقول لك على هنا الفهم. فنقول له حرام عليك، اذا ماش قادر توفر لهم الشروط تاعهم، اسكو عطاوك ولا ما عطاوكش نتيجه، لازم توفر لهم واش المتطلبات تاعهم. اذا كان ماش قادر بيعهم ولا عرضهم للتبني ولا جيبهم ليا، ماشي مشكل. نروحوا للنقطه الرابعه اللي هي النقاء والنطواياج. على بالكم في الصيف
كاين الحراره والحراره والرطوبه. واش دير هي تكون واحد البيئه مناسبه لتكون الجراثيم والبكتيريا الميكروبات. سيرتو الكوكسيديا راه مصيبه اذا تكونت لك في الماء، راح القطيع تاعك، سيرتو الناس اللي مربيه بزاف. فالنقاء والنيطواياج واش لازم دير؟ نصيحه لي، نصيحه من عندي اللي ننصحكم بها، سيرتو الناس اللي عندها لوسع ولا عندها جنان. الدجاج هذا تلقوه يسرح في جنان، ما كانش الفلاحه في الوقت الحالي. كاين القمح والشعير، الناس حصدت تلقاهم في البلاصه هذيك. هكا ما تخممش في النيطواياج، يكونوا دائما في النقاء، والزق ما يتجمعش في بلاصه واحده وما يعطيش فرصه للميكروبات والبكتيريا باش تتكون. مش كيما اللي حابسهم في كاجا ولا في متر على متر. واصلا اللي حابسهم تلقاه ما يراعيش الشروط تاع الكميه. قال متر كاري نديرو فيه كوبل ديكو دجاجه، تلقاه هو عنده 2 مترات كاري وداير فيها 8 ولا 6. هذه بزاف. وزيد فوقها ما ينقيش، كيما ينقيش وجد روحك العدوى والامراض وتولي تجارة مع البيطاري، الفيتامينات الدويات، وتبدا في الخساره. فمن الاحسن تطلقهم يسرحوا.